السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن عند الشيخ أبو يحيى الزلط المكلف من القيادة العليا بحل هذه القضية، قضية أحمد الزويكي مع بيت الأشول. احنا عند الشيخ الذي كلفته اللجنة وكلفه من مكتب السيد ومن القيادة العليا بحل هذه القضية، كونه في هذا المجال حل قضايا الثارات والآن يخبرنا بآخر المستجدات في هذه القضية من لسانه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله وتوفيق الله وبفضل قيادتنا الثورية ممثلة بسماحة السيد المجاهد العلم الحج عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله ويرعاه، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي بن محمد المشاط، وزملائه في المجلس السياسي والقيادة العسكرية والأمنية وعلماء البلد والشخصيات الاجتماعية والقبلية، في احتواء كل المواقف القبلية والثارات والنزاعات والخلافات والحروب. فقد تم تكليفنا في هذه القضية، وبفضل الله تم الانتقال إلى أولياء الدم من آل الأشول والاستماع إليهم وإلى القضية بشكل كامل. وقد عرض علينا الملف وعرضت علينا وضروحاتهم بشكل كامل، فللأسف الشديد حسينا بنزعة الروح بشكل كامل، لأنها وجدت فيها القضية ارتباش وارتباك وظهور إعلامي شديد حلق على أولياء الدم. فالقضاء اليمني بيجري بقوانين محددة، وهو بيحكم بقوانين واضحة، والشرع يعني ما بيرحم لا صغير ولا كبير ولا في وساطة شرع الله. وهؤلاء أولياء دم لابد أن يقدروا، لابد أن ينزلوا منازلهم مهما كانت الحاصلة أو الحادثة. لا نبرر أخطاء ولا نبرر كذا، ولكن لكل خطأ حكمها ولكل خطأ جزاته ولكل مخطئ عقابه. فأولياء الدم لديهم حكم قضائي من إعدام، فكان من المفترض على أهل الجاني دقدقة أبواب الحكومة بشكل كامل والقضاء اليمني قبل التشهير أو نزول هذه القضية. ولكن الحمد لله حصل اللي حصل، واستغل العدوان هذه القضية ويريد أن يؤججها، وكأن حكومة صنعاء ليس فيها عدالة. نقول لهم خسئتم، فحكومة صنعاء هي حكومة الإنصاف، وهي الناصرة للأمة العربية والإسلامية والفلسطيني خاص، وللشعب اليمني ولكل المستضعفين هي من تنصره. والقضاء قد تم تصحيح الكثير فيه والكثير، وسيتم ما تبقى تصحيحه في القادم بإذن الله. وفي الحقيقة التقينا بأولياء الدم وتم تحكيم أولياء الدم من لدينا وطرح الجيهان نحن والمشايخ والشخصيات التي إلى جانبنا، والتقينا بأسرة كريمة وأسرة قدرتنا وأنزلتنا منزلتنا، لأنها لقت مننا الحديث الشافي والحديث الذي يطيب نفوسهم وخاطرهم، وهم كانوا يتمنوا أن يحصل هذا الشيء من سابق بعدم الضغوط عليهم أو شيء. فالحقيقة أولياء الدم لهم كل الشكر، لهم كل التقدير، لهم كل الإجلال، لهم كل الاحترام، لهم الاعتذار مننا ومن الشعب اليمني بكامله، ما دام وكان موقفهم موقف إيجابي وموقف مشرف وموقف بطولي، وقبول الحكم مننا، قبلوا الحكم مننا واحتوينا الموقف احتواء كامل. وقد تم كتابة التراضي، وثيقة مكونة من ورقتين سيتم الإعلان بها يوم غدا بالنص الواحد. أيضا أولياء الدم أوضحوا لنا وأعطونا أولاد المجني عليه القصر، لديه قصر 4 أشخاص ويدخلون في القلب، تحزن عليهم عندما ترى حالتهم المادية صعبة جدا، لا يمتلكون مأوى يأووا فيه، ولا يمتلكون مصدر دخل يعولهم مدى الزمن بأكمله. ولا بد أن نكون منصفين في جميع الجوانب، نكون منصفين في هذا الجانب وفي هذا الجانب، ولا بد أن نقدر أولياء الدم مهما حاصل، لأنه سلطان دمه، الله أولاه السلطان هذا. والله سبحانه وتعالى يقول الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأولياء الدم أحسنوا إلينا وبارك الله فيهم وكثر الله خيرهم ورفع الله قدرهم وأعلى الله شأنهم وعوضهم على ما عملوه وما سوف يعلن به إن شاء الله يوم غدا، بعد يعني تبييض الورق والوثائق في القلم الشرعي المختص. وندعو كل المتفاعلين من الداخل ومن الخارج، نقول لهم
أنتم تكونوا عين واحدة لكل الأطراف، بعين واحدة. ولا بد أن نكون هذا الحماس بكله وهذا الانطلاقة الكاملة على العدوان البربري الغاشم الذي قتل الشعب اليمني وقتل بالمئات من الأطفال ومن النساء. ولن تتحرك ساكن منكم، الإعلام الخارجي بالأخص، الإعلام المرتزق، إعلام العدوان الذي لن يحرك مشاعره أو أمام المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني بأكمله. فالموقف الداخلي للشعب اليمني وهذه المواقف الحمد لله احتويناها، بيض الله وجه أولياء الدم. ونقول لكل المتفاعلين أو من يعني تم تعيين فلان أو علان أو زعضان أو فلتان، نقول لهم كتب الله أجركم، بارك الله فيكم، أنتم ما قصرتوا، عملتوا بواجبكم بنية صادقة. ولكن الموقف قد تم احتوائه برضاة أولياء الدم وبموافقتهم ومشايخهم الحاضرين، وشكر والتقدير لهم. ونقول لهم لا نريد أي يعني دعم مادي أو مالي من أي جوانب حتى هذه اللحظة، إلا في حالة طلبوها أهل الجاني. فسوف تكون هذه الغرامة أو المخاسر هي مقابل غرامة ومخاسر وتقاضي الشريعة، ومما تسببت لأسرة المجني عليه من حالة نفسية تسببت في هذا التشهير وهدم بيوتهم. هدمت بيوتهم كاملة، وأصبحت النساء والأطفال والرجال في حالة محزنة، وكأنهم مرتكبين اليوم القتل هم وليس لهم مقتول. مهما كان حاصل لابد أن نتفهم القضية من الألف للياء. كل من يريد أن يعمل خير أو يفعل خير أو يريد أن يدعم أسرة الجاني أو المجني عليه يستخدم تلفوناتهم الخاصة، وسوف نعلن بها يوم غدا برقم الجاني أو رقم أولياء دم المجني عليه. أما بالنسبة للخسائر والغرامة التي فرضت، وهي مقابل فقط مغازير الشريعة والتشهير والنقل الخاطئ أو النقل الغير صحيح في القضية بشكل كامل، أو عدم مراعاة مشاعر أولياء الدم التي هي لهم الأولوية المطلقة في هذا الجانب. فربما إذا كانت هذه الوجهة التي استهدفت أولياء الدم تحركت منها 5 شخصيات أو 10 شخصيات إلى عند أولياء الدم وترجموا عندهم وتضرحوا عندهم، فأنا اليوم بفضل الله يعني لا يمنع أن أكون أقدم رقبتي وأنزل بنفسي نزيلة عندهم وأكسر عزيبي وعزيب الوساطة التي معي عند أولياء الدم في إغلاق هذا القضية وإغلاق هذا الموقف وإنهاء هذا الخصام. يعني تلقينا من أولياء الدم كل الطيب وكل التقدير وكل الاحترام، لا نريد يعني شكرهم باطل ولا كاذب، وإنما عن واقع حقيقي. فأنتم الإدارة الإعلامي اليوم حاضرين في الموقف ومطلعين ومشاهدين الموقف من الألف للياء، وإحنا حبينا أنه ما تظهر صور أحد أو نعلن بصور أحد أو تصريحات أحد للحفاظ على نجاح الموقف واحتواء الموقف. ونطالب كل الجوانب والجهات توقيف أي خطوات تقوم بها أي شخصيات إلى حتى هذه اللحظة، لأنه اليوم الموقف بفضل الله تم رفضه وتم يعني تقييد بأمور ونقاط رئيسية ستعلن يوم غدا بإذن الله، وسنفرح الشارع اليمني وسيبتسم كل من تفاعل في هذا الموقف. ولا بد من تفاعل في هذا الموقف لابد أن يشكر أولياء الدم على موقفهم وعلى صبرهم وعلى تحملهم وعلى أيضا ما سر عليهم من رجال، وعلى أولادهم القصر أن نرعاهم وأن نحافظ عليهم وأن نبارع على ذمتنا أمام الله وأمام خلقه. فالشكر والتقدير لله سبحانه وتعالى على توفيقنا في هذا الموقف، والإجلال والتقدير والاحترام لأولياء الدم ومن بجانبهم من المشايخ التي لا نريد اليوم تحديد الأسماء، ولكن سنعلن بالأسماء يوم غدا لمن كان له الجهد إلى جانبنا. والشكر بعد الله سبحانه وتعالى لأولياء الدم، ونقول لآل الزويكي الفرج قادم وابتسموا، ولا بد أن يكون الابتسامة بعدها توبة من الجاني، أن يكون له توبة نصوحة. فإحنا لا نعتبر أن القاتل والمقتول نعتبرها هذا يقول هذا القاتل البطل وهذا القاتل، فلا يجوز دعم هذه أو دعم هذه الألفاظ أن هذا بطل أو هذا كذا أو هذا كذا. فهذه أساليب غير موافقة للشرع والقانون والأسلاف والأعراف. فالقضايا القبلية بتحتل بنوايا صادقة، ارتباطك مع الله سبحانه وتعالى، وأن تكون نيتك هي وهدفك ولله سبحانه وتعالى.
وأن يكون ارتباطك وعملك لله سبحانه وتعالى. فإحنا شلينا أجر قليل، إذا شليناه نشل من أجر أولياء الدم، بل أجر كبير هو لأولياء الدم، لأنهم يقدروا الشارع ويقدروا الوضع العام ويقدروا ما في البلاد من حروب ونزاعات وخلافات. أكرر اعتذاري إذا زليت في خطأ أو في نقطة. شكرا لكل المشايخ الذين سعوا من قبلنا أو تم تزكيتهم من جوانب أو جهات معنية أو غير معنية، لهم الشكر بعد الله سبحانه وتعالى والتقدير، فهم عملوا واجبهم ولكن لن يتوفقوا، وإحنا اليوم توفقنا بفضل الله. وغدا سنعلن المفاجأة بحضور أولياء الدم الذين كانوا حاضرون الآن، سيعلنون بأنفسهم وسيصرحون لكم أمام الرأي العام بشكل كامل ما تم البناء عليه، وسيتم إطلاق المنطوق الوثيقتين التي تم كتابتها عبر مشايخهم وكبارهم وعقالهم. أيضا نقول لقائد الثورة والفخامة الرئيس: نحن رجال الميدان ونحن جاهزون لاحتواء كل المواقف، ولن نرضى بظلم أو باطل أو إساءة لأي شخصيات كانت، سواء من أولياء الدم أو غيرهم. فأقدم اعتذاري مجددا لعدم قدرتنا في المشاركة للجهاد مع أخواننا في فلسطين التي تعتبر القضية الرئيسية والقضية المركزية، والذي بيناشدونا من خارج اليمن ويقولوا يا شعب اليمن لابد أن تقوموا على هذا القضية. شعب اليمن موجود لا يحتاج تزكيتهم، إحنا بنقوم على بلادنا وبنحمي بلادنا ونحافظ على ممتلكاتنا ونحافظ على زراعاتنا وعلى أمننا وعلى استقرارنا بفضل الله وفضل هذا القائد العظيم والقائد الشجاع والرئيس الهمام وكل القيادة العسكرية والأمنية. شكرا للجانب الإعلامي اليوم على حضوره واستماع لأولياء الدم واستماع لمشايخ أولياء الدم وتفهمها القضية بشكل كامل، وهو اللجنة الإعلامية الحاضرة من اليوتيوبرات اليمنية المشهورة والكبيرة. عليها أن تسعى في الجانب الاجتماعي بالشكل الصحيح التي يعين ويساند الدولة والقيادة في إفشال مخططات المرتزقة والعدوان البربري الغاشم الذي يريد زعزعة أمن واستقرار بلادنا. فنقول لبيت الأشول اليوم هم قدوة، وهم قدوة كبيرة، وسيكونون أمام العالم بكله وأمام المرتزقة حجر صماء، وسيعلنون يوم غدا مفاجأة بإذن الله. وشكرا على حضوركم، وكتب الله أجر أولياء الدم، وبارك الله في كل من تفاعل وسعى واجتهد إلى جانبنا، وكتب الله أجر الجميع، والله يوفقنا أن نكون طائعين لله ولرسوله ولقيادتنا الثورية. حفظكم الله وبارك.